تعالوا تعالوا هوريكم حاجة حلوة. تخيل ان ده بيتك، اول ما بتخش الجمال والشياكة والتنظيم وين ما تروح عينك هتنظر وهتشوف حاجة حلوة، واول ما تكمل حتى لو ما ركزتش في التنظيم وفي الاساس عينك هتروح على طول على الاطلالة البانورامية دهيت وعلى زجاج البانوراما والفيو بتاعك على حمام السباحة والقعدة الجميلة اللي انت بتقعد عليها دهيت، وعلى يمينك على طول حمام السباحة. مش هركز في التفاصيل بس خلينا نوريكم الحاجات الحلوة. اول ما بتخرج بره كده من الريسبشن بتاعك بتلاقي الاطلالة بتاعتك حمام السباحة والمسطح اللاندسكيب، ولو معاك ضيف مش هتستقبله في القعدة الجميلة ديت ولا هتستقبله في القعدة الأجمل منها اللي كنا فيها، لا هتستقبله في القعدة الخاصة والبرجولة اللي على حمام السباحة. اوبن كيتشن وتنظيم ريسبشن وقعدة كده معمولة بالخشب الارابيسك وفيها وحدة حمامات خارجية، مش هتجرح بيتك بأي حاجة. تأكد وين ما تسقط عينك في هذه الفيلا هتشوف حاجات حلوة. كمان عندنا هنا ملعب كرة أمريكي، وعندنا ألعاب أطفال جميلة جدا، وعندنا برجولة جانبية، مسطح لاندسكيب. لو في زاوية وعدسة واسعة عملنا إطلالة كده من بعيد على الفيلا هتشوف تحفة فنية معمارية. بعد ما تمتع عينك بمشاهدة الواجهة الخارجية للفيلا سمعنا الصلاة على سيدنا النبي وتعال نشوف البيت من جوه. هنبدأ الأول من البيزمنت لأن عندنا تفاصيل مش هينفع نغفل عنها. عندنا جاكوزي، عندنا ساونا مجهزة بالكامل، عندنا جيم، صالة ألعاب رياضية وألعاب ترفيهية في المكان. تقدر في البيزمنت عندك تستمتع بيوم رياضي عالمي. قبل ما نبدأ معاكم الدور الأرضي ما تنساش الاشتراك في القناة واللايك الجميل بتاعك علشان عروضنا دايما تصلك باستمرار. الدور الأرضي عندنا حاجة كده في منتهى الجمال والروعة. عندنا قعدة ريسبشن جميلة جدا بزجاج بانوراما مطلة على حمام السباحة. عندنا 3 غرف منها غرفة مصلى، عندنا مطبخ كبير، عندنا غرفة نوم ماستر روم، وعندنا الأساس والتحف في كل مكان في الدور الأرضي. يلا بينا نطلع الدور الأول وما تنساش الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في الدور الأول 4 غرف، والجميل إن ال4 غرف بإطلالة جميلة جدا على الجاردن وعلى حمام السباحة، وعندنا التراس كبير جدا، وكل الغرف ليها منافذ كتير جدا للتهوية والإنارة. عندنا 4 غرف منهم 2 ماستر روم، وعندنا 2 غرفة بحمام مشترك، يعني 4 غرف و3 حمامات الدور الأول. ومش هنغفل عن الجانب التراثي الريفي اللي موجود في المكان. عندنا قسم أو جنب كده خاص بالتراث الريفي في الفيلا، عبارة عن حظاير لتربية الطيور، عندنا تربية الوز، تربية الديوك الرومي، شامل تربية جميع أنواع الطيور، وعندنا برج حمام. ومش هننسى أفران العيش البلدي اللي للخبيز موجودة في البيت، ومش هننسى الحيوانات والغزلان اللي بتنطلق وبتجري في المكان في كل بيت، بتحسسك بروعة الطبيعة وجمال الطبيعة. ما بتحسش ان انت في فيلا وبيت مقفول عليك ال4 حيطان. في تفاصيل جوهرية لازم نذكرها زي مصادر الطاقة اللي موجودة في الفيلا. مصادر الطاقة عندنا 3 مصادر للطاقة. عندنا طاقة للرياح بتولد طاقة كهربية بالرياح في الفيلا، عندنا طاقة شمسية أعلى سطح الفيلا، عندنا مصدر تيار كهربائي سابلاي اللي هو الرئيسي بتاع الدولة اللي هو عداد الكهرباء، عندنا مصدرين للمية، عندنا مية للشرب وعندنا مياه لري الأشجار. الكومباوند اللي معانا النهاردة فيه أمن وحراسة 24 ساعة، كاميرات مراقبة، طرق ممهدة ومرصوفة، تنظيم في الكومباوند عالي جدا. ملكية الفيلا ملكية نهائية تصلح لتملك الأجانب ومسجلة تسجيل شهر عقاري.
نهاية ربنا يبارك لصاحب النصيب، وحرصنا الدائم ان احنا نقدم لكم افضل العروض العقارية، فما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة وتعمل شير واللايك الجميل بتاعك عشان عروضنا دايما تصلك باستمرار. لمزيد من المعلومات، لو المعلومات مش كافية، في صندوق الوصف ارقام التليفونات موجودة. ببلغكم تحياتي وتقديري، احنا سفنكس للتسويق العقاري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.